يا ترى لما بتبقي في قعدة جديدة او وسط ناس كتير بتحسي ان انتي بيبقى عندك كلام وما بتعرفيش تقوليه، وانك بتضيعي على نفسك فرص كتير؟ بيبقى عندك مواقف عايزة تحكيها او قصص عايزة تشاركيها بس بتخافي من حكم الناس عليكي، وده ممكن يكون بيضيع عليكي انك تعملي صحاب جديدة او انك تستمتعي بالقعدة وتكوني جزء منها. الفيديو ده هيحللك المشكلة دي. بصوا بقى، انا لحد ما كملت 21 سنة كنت الشخص اللي انا بتكلم عنه ده، انا عاملة الشانل دي عشان انا سيلف سنترد وبتكلم عن مشاكلي الشخصيه وكل الفيديوز ده هتلاقوها حاجات انا مريت بيها ومشاكل انا عانيت منها. المهم ان الموضوع ده دلوقتي اتغير تماما. الخبر الحلو بقى ان انا في الفيديو ده هقول لكم على نصايح سهله وبسيطه واي حد بيشوف الفيديو ده بجد هيعرف يعملها. بعد الفيديو ده هتستمتعي بالمناسبات الاجتماعيه والتجمعات وهتحسي انك مبسوطه ومقبوله وسط الناس ومش بعيده عنهم. انا حاسه ان انا بعمل اعلان. قبل ما ندخل في الموضوع بليز ما تنسوش تعملوا لي لايك، يعني مش هبقى عاملة كل الدراسة دي واديكوا كل المعلومات دي وفي الاخر حتى مفيش لايك، حرام. يلا نخش في الموضوع. بعد ما عرفتي انك مش لوحدك، تعالي نفهم ايه الخجل الاجتماعي وبيحصل ليه. الخجل الاجتماعي ده شعور طبيعي جدا، هو بس بيبقى عند شوية ناس زيادة شوية، وهو انه لما بتكوني في تجمعات او مواقف اجتماعية جديدة بتحسي انك متوترة ومش مرتاحة، وبتحسي ان في حاجز داخلي بيمنعك انك تعبري عن نفسك بحرية او انك تتفاعلي زي ما تحبي. طيب، هل الخجل الاجتماعي هو الانطوائية؟ الاجابة لا، عشان في فرق كبير. الشخص الخجول اجتماعيا بيبقى عنده حاجات عايز يقولها وحاجات عايز يشاركها، وبيتمنى من جواه انه يقدر يقولها ويقدر يبقى اجتماعي اكتر ويقدر يندمج اكتر. لكن الشخص الانطوائي هو شخص عادي، هو بس بيفضل اكتر ان هو يقعد لوحده او وسط دايرته الصغيرة، وبيفضل ان هو ياخد طاقته من قعدته لوحده، ومش بالضرورة يكون بيتردد ان هو يقول اللي هو عايزه او بيخاف يتكلم في التجمعات الاجتماعية. هو بس شخص بيحب الهدوء. طب ايه اللي ممكن يخليني خجولة اجتماعيا؟ طولوا بالكم معايا بقى عشان الحتة دي احنا محتاجين نفهمها عشان نعرف نصلح. ايه الاسباب اللي ممكن توصلك انك تكوني خجولة اجتماعيا؟ في اسباب كتير. ممكن تكوني بتخافي من الرفض. يا ترى هيقولوا عليا ايه؟ شكلي هيبقى وحش لو اتكلمت او لو قلت كذا بلا بلا بلا. رقم 2، انك تحطي لنفسك معايير خيالية وتبقي عايزة تكوني مثالية طول الوقت، وده طبعا يا ست الكل بيعمل عليكي ضغط نفسي رهيب، لان مفيش اي حد مثالي، واي غلطة صغيرة لو قد كده هتخليكي تحسي انك عملتي كارثة. تالت مشكلة، لو انت ما بتخرجيش كتير او ما بتتعامليش مع ناس جديدة كتير، طبيعي ما يبقاش عندك خبرة في التعامل معاهم. رابع حاجة وهي المواقف السلبية اللي مريتي بيها قبل كده. ممكن تكوني اتعرضتي للسخرية او اتعرضتي للتنمر بسبب كلمة قلتيها او تصرف عملتيه، وده طبعا بيسيب اثر سلبي وممكن يخليكي تخافي من تكرار تجربة زي دي. اخر حاجة بقى المقارنات الاجتماعية، وهي انك تكوني بتقارني نفسك بالناس اللي عندها حضور اجتماعي اكتر، او كمان حتى بالناس اللي على السوشيال ميديا، وبتنسي انك بتشوفي حتة من حياتهم قد كده. دلوقتي محتاجين نغير نظرتنا عن كل الافكار اللي انا لسه قايلاها. فمثلا ايه الافكار السلبية اللي بتجيلك قبل ما تدخلي اي تجمع؟ شكلي هيكون غبي، محدش هيهتم باللي هقوله، الناس هتحكم عليا، وبتبقي عايزة تستخبي. اولا محدش مستنيكي تغلطي، صدقيني الناس لما بتكون قاعدة في اي تجمع ما بيكونوش واقفين ماسكين لك سكينة بقى ومستنيين بقى يشوفوا يلا بقى تغلطي امتى. كل واحد بيبقى مشغول في نفسه او انه يتكلم في الموضوع اللي بيتقال في القعدة، فعادي ما بيبقاش فيه الترقب اللي مخك بيصورهولك ده. فالقناعة بقى اللي المفروض تثبتيها في دماغك انه عادي جدا لو غلطتي، الخطأ ده جزء من الحياة البشرية وكل الناس ممكن تغلط. ثانيا، ودي بجد نقطة مهمة جدا وجوهرية ومحورية وكل حاجة، الناس ما بتحبش الكمال. الناس لما بتشوف شخص كامل ومفيهوش ولا غلطة ومثالي زيادة عن اللزوم، ده بيخليهم يحسوا بالعجز ويخليهم يحسوا ان هم قليلين، واكيد ده مش احساس جذاب خالص. وده بيخلي الناس بدل ما تحب الشخص المثالي تنفر منه او تحس بالغيرة، او على الاقل تتجنب تكون موجودة في المحيط بتاعه. انك تكوني طبيعية وحقيقية وتلقائية دي حاجة ليها جاذبية اكتر مليون مرة من اي صورة مثالية. النقطة اللي بعد كده، بطلي تفكري في الناس ان هم حاجة كبيرة. الناس مش حاجة كبيرة قوي، وانتي مش موضع تقييمهم يحبوكي او يكرهوكي او يرفضوكي. ركزي على نفسك.
هل انت اللي حابه القعده دي؟ هل انت اللي حاسه انك قابله الناس دي؟ هل الناس دي مناسبه ليكي ولطبيعتك؟ هل انت حاسه انك مرتاحه ولا جسمك بيديلك اشارات ان المكان ده غلط؟ جماعه موضوع الجسم ده بيفرق جدا، وهبقى اكلمكم عنه بعدين بس في ريل. عشان كده ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا الريل دي لما تنزل. لو لقيتي دماغك مليانه افكار سلبيه وانت قاعده، حاولي تحولي تفكيرك للناس اللي حواليكي. يعني ركزي مع البودي لانجوج بتاعتهم، الكلام اللي هم بيقولوه وطريقه كلامهم، ده هيساعدك تهدي صوت الافكار السلبيه اللي في دماغك. واهم حاجه لازم تفضلي فاكراها انه عادي، واحده واحده الحضور الاجتماعي عامل زي عضله بتتمرن وبتكبر بالوقت. جينا بقى الجزء المفضل، اتكلمنا عن ازاي نفكر، دلوقتي هنتكلم عن ازاي نتصرف. اول حاجه لغه الجسد. لغه الجسد بتتكلم عننا من غير ما ننطق كلمه واحده. فاول حاجه عايزاكم تفردوا ظهركم، ما تدخلوش المكان عاملين كده، وما تعملوش كده عامه. كل ما تلاقوا نفسكم عاملين كده افردوا ظهركم عادي. ده هيدي انطباع انك مرتاحه اكتر وواثقه في نفسك. حتى لو انت مش واثقه في نفسك، خدي بالك واعملي الحاجات دي لحد ما تبقي واثقه في نفسك. fake it till you make it. التواصل البصري او الاي كونتاكت. لو انت بتتكلمي مع مجموعه ناس، وزعي نظراتك ما بين الناس دي، وما تبصيش بس للشخص اللي سألك او سبب الكلام ده، لانه وانت بتبصي للناس التانية دي، ده بيحسسهم ان انت بتكلميهم برضو، وان انت مهتمة بيهم، وان انت شايفاهم، والناس بتحب تحس بالاهتمام، وده ممكن يخليهم يبادروا ان هم يتكلموا معاكي او يدخلوا في الحوار، وطبعا ده اللي احنا عايزينه. ولو بتكلمي شخص واحد بس، بصي في عينه بس، مش كده. هنحافظ على التواصل البصري بنسبة 70% بس، من غير ما نبرق ونخوفه. وانتي داخلة على اي حد ابتسمي ابتسامة خفيفة. الابتسامة الخفيفة دي بتكسر حواجز وبتخلي الدنيا اسهل والطف. بالنسبة بقى لنبرة صوتك، بما اني اكتر حد صوته واطي في الحياة، احب اقولك ان كل ما كان صوتك عالي وواضح والناس سامعاكي، كل ما كان حضورك اكبر وطاغي على المكان. لكن طول ما انت صوتك واطي فهم مش سامعين انت بتقولي ايه بجد، فالحضور هينقص 50% من غير حاجة بسبب الصوت الواطي. طيب خلاص بقى، ظبطنا لغة الجسد وفردنا ظهرنا، ازاي افتح كلام؟ لحسن حظكم الاجابة عندي. طبعا اهم واحسن بداية ان احنا ندخل نضحك في وش الناس ونسلم عليهم. ممكن تعلقوا على اي حاجة، الجو حر قوي النهاردة، الجو برد قوي النهاردة. المجاملات، وحتة المجاملات دي تريكي شوية، عشان لازم المجاملة تبقى صادقة عشان تبقى مقبولة. يعني مش هنجامل على الفاضي، ولو احنا الحاجة مش عاجبانا مش هنعلق عليها اصلا. طيب الحمد لله، هنفترض ان ربنا كرمنا وفتحنا محادثة، ازاي نحافظ عليها دايرة ومستمرة؟ وانتي بتسمعي اللي قدامك ركزي في الاجابات واسألي منها اسئلة. فمثلا لو بتتكلموا عن الميك اب، ممكن تسأليها طب انتي جربتي البلاشر المعين لأي حاجة كده؟ يعني ممكن كمان تشاركي بمواقف مشابهة للكلام اللي الناس دي بتقوله. طب هنفترض بقى ان احنا عطلنا، عادي خالص، الصمت جزء من التواصل البشري وما فيهاش حاجة خالص لو فضلنا قاعدين ساكتين. ما تخلوش الصمت يخوفكم، يعني بلاش يبقى فيه بريشر ان احنا لازم نكون قاعدين بنتكلم كل ثانية عشان تبقى الدنيا تمام. بلس انه عادي يعدي عليك فترات ما تكونش قادر تبقى اجتماعي اصلا ولا تتكلم مع حد خالص. طيب هنفترض ان المحادثة اللذيذة دي خلصت، هتقولي انا مبسوطة بالقعدة دي. طيب هنفترض ان العلاقات تطورت اكتر من كده، ممكن تاخدوا انستجرام او ارقام بعض. وهفضل اقول تاني وتالت، عادي خالص، العلاقات الاجتماعية او التعاملات الاجتماعية عضلة لازم تتمرن علشان تبقى قوية. فمش من اول مرة هتلاقوا نفسكم سالكين، عادي، واحدة واحدة. وعشان ما عيشكوش في الاحلام الوردية ونبقى افترضنا ان الدنيا مشيت سالكة وسكينة في الحلاوة وكل الحاجات الحلوة دي، تعالوا نفترض بقى السيناريو الاسوأ عشان ابقى عملت اللي عليا وحضرتكم لكل حاجة. ماذا لو تعرضت للرفض؟ اول حاجة لازم تعرفوا ان الرفض ده جزء من الطبيعة البشرية. مفيش انسان ربنا خلقه الا وهيتعرض للرفض. قدامك يا ست الكل حل من الاتنين. الحل الاول انك تصغري عقلك وتاخدي الموضوع بصورة شخصية زيادة عن اللزوم وتسيبيه نكد عليه. والحل التاني انك تبقي بنوتة جميلة كبيرة وعاقلة وتقرري انك تتخطي الموضوع ده فورا وما تركزيش عليه، على حسب بقى انت طالبة معاكي ايه. ويا ريت تبقي عارفة انه كده كده خير. وجودك وسط ناس مش شبهك هيخليكي حاسة بضغط كبير دايما، وكل ما كنتي وسط ناس شبهك وبتفهمك وبتقبلك زي ما انتي، الضغط ده مش هيكون موجود وهتبقي مرتاحة ومبسوطة. وفي الاخر احب اقول لكم ان كلنا من حقنا نحس ان احنا متشافين ومحبوبين ومقبولين زي ما احنا. الانسان لما بتبقى حياته الاجتماعية متوازنة بيكون سعيد وبيحس بضغط اقل. فما تستخسريش في نفسك خالص انك تاخدي خطوة صغيرة في سبيل انك تحسي انك متشافة. يا ريت تشاركوني تجاربكم تحت في التعليقات، وما تنسوش تبعتوا الفيديو ده لاي حد حاسين ان هو ممكن يفرق معاه. وبس كده، اشوفكم الفيديو اللي جاي على خير.